الحكيم رقص وارقص. طبعا اخواتي انا بصور فيديو النهارده وانا مخنوق بشكل انتوا متخيلوش، يعني مخنوق بشكل. فمطلوب منك انك انت تفرحني انا. طيب هتعمل عشان تفرحني؟ اول حاجه تعمل لايك للفيديو ده هتفرحني قوي، تشترك في القناه هتفرحني قوي قوي، تعمل كومنت هتفرحني قوي قوي قوي، تبعت الفيديو ده لصاحبك وتضحكوا وتتبسطوا مع بعض هتفرح. بص هتخليني قاعد مبسوط. فبس اعمل الحاجات دي كلها ويلا بقى ندخل في فيديو النهارده. كمل في كلمتين مهمين الاخر، كمل لاخر الفيديو عشان كلمتين هيعجبوك يعني. وبس يلا بقى نبدا فيديو النهارده. طيب قبل ما نبدا هنقسم الفيديو نصين. النص الاول هيكون ميمز الانستا اللي هو دلوقتي ده نضحك شويه عشان انا مخنوق قوي، والنص التاني هيكون ترندات التيك توك. بقى هنشوف مرات حمدي اتحبست بجد ولا لا، وفاء. فبس يلا بقى نبدا مع اول واحد. اول جزء هو جزء الميمز ونشوف الملحد ده بيقول ايه. ليس رب، ليس رب. كل اخواتي المسلمين حاولوا تركزوا يا جماعه. كلمه برسيل دي شقلب كلمه برسيل هتلاقي مكتوب ليس رب. خدت الصدمة بقى. ازاي يعني اعكسها؟ كل اخواتي في المجال وكل اخواتي المسلمين يفوقوا يا جماعه. شركه برسيل الشركات ديت بتضحك على عقولنا يا جماعه. ايه التاني؟ شكله هيطلع فكرة الحاد من الموزة. عامة خلينا في البرسيل دلوقتي يعني. طب ممكن ما نغسلش هدومنا عادي يعني لو ده مضايقك. يلا بدون تأخير ونقاشات جانبية تضيع وقت. ده تقريبا حد من اللي هم متلازمة داون او كده. ده خليه يشقط. انزعي الحكيم رقص وارقص. يلا هذا الفكرة انهم يعني ده الله يسهله مش هيتحاسب. مقطع متداول. الأب يسمي بنته فديت عشان كله يقول فديت محمد. بسمي ولدي مشروب وغازي مشروب غازي. يعني معروفة أهم حاجة النية، يعني أنت عملك بيتحسب باللي في نيتك واللي قصدك يعني، فاهمني؟ اديك العافية يا عم. كل مانجا من اللي ورا وبطيخ ونام أحسن. خرب بيتك ده أنا ولد ما عنديش. وات مظاهرات السم والبوكم في ساحة التحرير. لو انت ضحكت هتدخل النار. فزت على كده. يلا امشي. وربنا اول مره اشوف جني يحط ميك اب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You need to learn the stand up to the police. Defend باليز. yourself and remember that there is always بربش بش ده انجليزي. ده احنا كده انا محتاجين مترجم انجليش في الاول انجليزي. someone to help you. يجب ان تتعلموا الدفاع عن انفسكم والتصدي للمتنمرين. ويجب ومحتاجين مترجم عربي، يعني 2 مترجمين انجليزي وعربي. باي باي. بحبك لو قريب مني، بحبك لو بعيد عني. الحب مش بالسن يا جدعان. الله يحرقكم، روحوا اعملوا حاجه تنفعكم لاخركم هتموتوا. وده حركة الجنين النهارده. شكلنا هنلغي سلسلة الميمز خلاص. اسمع سمو تجيني الجواز في السر. لا تجي ناخد بيت بعيد بيبي.
طب بالنسبة للبيبي اللي قاعد جنبك ده، يعني محله من الإعراب إيه يعني؟ مضاف إليه ملوش لازمة ولا يعني فخور بيك يعني؟ دي بصة فخر ولا إيه ده؟ الله يسلمنا ويسلمك يا حاج. يعني ده قبل وقبل، أنت بتقارن نفسك فين بعد بقى؟ 2030 إن شاء الله هنشوف بعدها هيكون الكلام. محدش يضحك عشان هتخش النار خلاص. وراء كل نظرة بريئة نظرة قاتلة، تعال نشوف نظرته القاتلة. طب اخواتي لا مؤاخذة هكمل باقي الفيديو وانا شخاخ على نفسي عشان خفت من نظرته القاتلة. الحمد لله الحقيقة وما اتخربتش. انا الواد في النص ماله ده؟ عملت ايه لما قالت لك خلينا اخوات؟ يعني مش تقدر تقول لي خلينا اخوات. ماشي مش هتقدر. يبقى مبدئيا كده احنا عندنا كذا احتمال. الاحتمال الاول وده الاكيد ان هو 25-30 سنة او من فوق 20 سنة لحد 30 سنة، دي اول حاجة. ثانيا هي هتكون 15-16-17 سنة وهو هيقول انها قد بنتي وانا باباها وبس، وهيكونوا عارفين بعض بقالهم شهرين. فتعال نشوف كل الكلام اللي انا قلته هيحصل ولا لا. دي مش تقدر عشان هي بنتي انا اللي كده اول حاجة انا قلتها صح. مربيها والله. مربيها بقالك كام سنة؟ ما من شهر 7. كده تاني حاجة قلتها صح، عارفين بعض بقالهم شهرين. انا ابوها. انا ابوها، دي حقيقة. ابوها الدنيا كلها عارفة ان انا ابوها. ان شاء الله. انت عندك كام سنة؟ 23. هي عندها كام سنة؟ 15. يعني انا خلاص بقى يعني بقيت حافظ الحاجات دي. ده الواقع اللي بيحصل اليومين دول. ما شاء الله. انت مالك بتضحك ليه؟ زعلان؟ هو ابوها بقى. عايز اقول بدأت ابوس مين طيب؟ ادي كتاب، ادي التاني، منكم لله. طبعا مثلا الكلية دي فاتحة في مصر فاعتقد كلنا ندخلها لو فضلنا على ادائنا الدراسي اللي ب2 جنيه سلفني شكرا. ده يوم طبيعي في مصر. بص هو المثل بيقول لك اخلق من الشبه 40. تعال مصر هتلاقي 40 شبيه بتوعك عندنا. طيب انا خلصت تصوير الفيديو وكنت خلاص رايح انام عشان اصحى بكره ومنتج ومذاكره وكده، فمسكت التيك توك وبقلب فلقيت طنط اللي تحت دي طلعت تقول ان وفاء اتحبست، بس كان من غير الراجل اللي بتاع لغات الاشاره اللي فوق ده. فتعال نشوف الموضوع ده بجد ولا لا ونضيفه في الفيديو بتاع بكره عشان الفيديو بتاع بكره صغير شويه. فيلا بقى نشوف الكلام. طيب نهاركم ابيض بالصلاه على النبي. نهاركم ابيض اقسم بالله. انا بحبكم وبستبح بوشكم على الصبح. نهاركم ابيض بالصلاه على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا موجود، عنده لكم خبر حلو. ربنا موجود. ربنا لو بيسيب هيسيب الدم على اللبن. وده ادخلي في الموضوع يا تيتا عشان عاوزين ننام. مش حق حد كده، ده حق ربنا. وربنا بياخد حقه بأي طريقة. ربنا بياخد حقه قدام الوطن العربي كله. عارفين وفاء وحمدي؟ حمدي ووفاء اللي عايشين في تركيا. والله ربنا كرمني بواحدة بنت حلال، صاحبتي وصديقتي جميلة، إنسانة محترمة. حمدي ووفاء ضربت واحد بالعربية، موتت واحد بالعربية طب مال صاحبتك الجميلة المحترمة في تركيا ومال دول؟ نكمل قصتنا مالناش دعوة. تركيا وفاء مرات حمدي اللي عايشه في تركيا اللي عارفهم قلعت الطرحه شبكت في الشجره وجريت. يعني قالت الطرحه شبكت وهي بتجري، راحت الصالون عملت شعرها وقلعت الطرحه قدام الوطن العربي. وربنا خد حقه قدام الوطن العربي كله. وفاء موتت واحد بالعربيه، واحد تركي من تركيا
اول جلسه اتحكم عليها ب4 سنين. خبط لازق طش كده على طول؟ لا، ما مش معقوله يا تيتا، مش هتيجي انك انت لو خبطت حد فانت لسه بمحكمه، يعني هتاخد فتره كبيره محكمه ويسمعوا اراء ويشوفوا الحاجات دي، فما اعتقدش. لسه شفتوا ربنا لو هيسيب الدم على اللبن. نهاركوا ابيض بالصلاه على النبي. وفاء وحمدي وانت مش حافظه غير دول. عامة يعني انا يعني مع احترامي ليكي ومع احترامي للراجل بتاع لغة الاشارة بالعند اللي فوق ده، انا حاسك بتتكلمي بشماتة، فده ما ينفعش. يعني حتى هم حلوين هم وحشين، فما تشمتش في حد، يعني كله بتاع ربنا، انت فاهمة؟ اتيتا انت بتتكلمي بغل، فما ينفعش ده. تعال نشوف البيدج بتاعتهم الاصلية، نشوف في حاجة عندهم ولا لا. بصي هو شكرا، ربنا يخرجها بالسلامة، هي ضلت ترد. انت اكيد نيتك خير، بس تخرج منين وفين؟ ده انا في الفيديو بقول لك اشاعات. طب اتفرجي وما تتسرعيش. هو شكرا ان انت نيتك خير وبتدعي لي، بس انا في بيتي، انا قاعده في البيت كده. للاسف يا جماعه، للاسف هي ما دخلتش السجن ولا حاجه. في واحد كاتب كومنت بيقول ربنا دخلها بالسلامه. يا عم ما كفايه غل، خلاص بقى ملناش دعوه بيها، دخلت خرجت، ده حياتها وهي حره وملناش دعوه، عشان ما حدش يقول لنا كلام وحش. وبس كده نكون وصلنا للفقرة المحببة إلى قلبي. قبل ما نختم الفيديو، أنا بحب إن أنا أتكلم معاكم، لأني بحس إن أي حد بيوصل للحتة دي في الفيديو بحسه مثلا إن هو حاببني، حابب شخصيتي، حابب الفيديوز، حابب الجو، حابب القناة. أحب أقول لكم إن أنتوا في قلبي. اللي شاف الفيديو لحد اللحظة دي ينزل تحت يكتب كلمة سر بقى، اللي هو يكتب كلمة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكتب عايش، أو يكتب الحمد لله، يكتب أي كلمة تحت وقول كلمة السر دي. فبس احب اشكركم من قلبي قوي، وانا نفسي بجد ان ربنا يكرمني عشان ابسطكم زي ما ربنا هيكون بسطني. ان انا لو ربنا كرمني انا مش هنساكم، هعمل زي ابو فيلا طبعا اكيد، مسابقات بقى واشابر عليكم. يعني انا نفسي في الاول نوصل 100,000، بعدها مليون، بعدها نكبر اكتر واكتر واكتر، وان شاء الله في يوم هنوصل لده. فبس احب اشكركم جدا، واحب اشكر اي حد تفاعل معايا باي حاجه، عمل لايكك ده بيساعد ان الفيديو ينتشر ويوصل لناس اكتر، او اشترك في القناه. اشتراكك في القناه بالنسبه لنا حاجه بتفرحني قوي، يعني بالنسبه لي انا دي حاجه اللي هو مفيش بعدها، بفرح قوي لما الاقي حد اشترك في القناه جديد. عملت كومنت بكلمه حلوه او شجعتني، ده برضو في قلبي، وده بيساعدني ان نطور اكتر واكتر. ومتقلقوش من ناحيه التطوير، فانا شويه بشويه بنطور. بس عدي السنه دي انا اهو تالتة ثانوي، فغصب عني يعني دي تسليه. فبس المرة التالتة بحب أشكركم، وهانت قربنا نقفل 1000. شدوا حيلكم بقى، عايزين نقفل 1000 قبل آخر السنة. وبس أشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي جديد، عشان أنا عايز أنام. وبس سلام.